رفو لكوتي يبي تاني رفو عقلتني جميل عكس لكن أمو دورنا مني ببادية كباشوا وانا غنتي واجهت مسألة ثانية نقول يوم نقولش مرة بعد تمام تسمع معنا ليش أحكام التلاوة ستكفل ها لا ما في ما لي مال أوجه الخراف أحكام التجويد مبادئ اليوم هيك عفوا ما لي مال فضائل نزول ترتيب الكتابة قرآنهم أكملتي ولكرمه أكملتي بالرفع ولكرمه اسم رأس الرجال في البنو مسافه رأس الرجال في البنو سلسل إن شاء الله تفسير الجواب مثلا لمثال فضائل سبال بولة كفر فضائل عامة فضائل خاصة فضائل إذن لأنه مبادئ الأسجراني فضائل عامة في فضائل خاصة قرآن ترفاته بمقرات أجل جنيا لا يجي جنيا لا يجي جنيا لا قرآن كرم فضائل قرآن كرم ولما قلت إيش بمحفظ فضائل نورا نورا خيركم من تعلم القرآن وعلمه بما استمر فضائل بممار فضائل ياما مسو يتام مسو وتكعبت من عندي ما مثلا يوم سلزي هي من يبالغ فضائل عام يبالغ ولما قلت ديتيل مثلا الفضائل مسنن بولة الكفر فضائل عام وفضائل خاص نصافح تشجيعه أو كتاب إن لا نوصل على ذلك اسكفامت اسكمت رشامت فضائل بس كفر لنا بولة مالي في مالي فضائل عام في هاي نزول لما بصوص كفر نزول اللي بكسر يا نزول مفرد مكي مدني سببي ابتدائي نزول اللي بكسر يعتبر نزول مفرد نزول مكي مدني نزول ابتدائي سبب يسألونك ماذا أحل لهم إذا جاء ربي سقافة ساعة ما تسأل في حلال إذا جاء هذا السبب سقافة ساعة قافي دي بساعة فاني سموه المال السرمان بفعله هذا يسمى سببي ابتدائي وكان مقبول في المطرح تنافو النزول ينقسم إلى 3 أقسام نزول مفرد نزول مكي ومدني نزول الابتدائي والسبب سببي ابتدائي فضائل بكم رجل مالي في مال عامل في خاص نزول يوم هيك مالي في مال مفرد في مكي مدني في ابتدائي سبب أنا أنطوا لا هناك حكمة في نزول الابتدائي والسبب هناك حكمة مدني مكي وهناك حكمة أن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن مفرقا لكي يسهل الحفظ لكي يسهل العمل به قرآن تدلقه بين القرآن تنافيه مفرقا بين أكمته هناك حكمة الله سبحانه وتعالى أراد بها الفضائل لا تنقسم إلى كم؟ لم ما في مال عام في أي نزول يوم يقدر ما في مال نزول مفرق مكي في مدني نزول ابتدائي رب سبحانه وتعالى بيت آياته بوسوء اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورددت لكم الإسلام دينا ليس مجردا عرفها بجيبه كسيمي مكي ومدني جامت مدني فنعرف إن شاء الله لا لكن يصير يثبت مكة بجيبه لكن أمه آيات مدني إن شاء الله ما لي مكة جامته أكمل تكة جامتي لا تنافق نزولي بيقدر
ما له مال فرق مكي مدني في ابتدائي الإسلام. ترتيب نيوم سدي ترتيب الكلمات ترتيب الآيات ترتيب السور. ترتيب الكلمات ترتيب الآيات ترتيب السور. ترتيب سديقا تكفان كلمات لمفان آيات سدفان سور. سنبدأ الكتابة والجمع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. سنبني سديد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، في عهد أبي بكر، في عهد عثمان رضي الله عنه. سدين خليج زمن الرسول قرآني ولك ومجرى إن ختموا من أمور أي سوى لك في الصدور ما نف إن ختموا من وحي في قرآن كونت الله كمان والرسول يجري فيه وحي يوان النبوتين فيه. زمن أبو بكر هو وني ختم ميف خوفا من الضياع أكا قرآن مبني. زمن عثمان بن عفان وني كتاب مبني ميف مالك خلافته رمسيس تنافو زمن رسول الله أيسا يسوي لك في الصدور. زمن أبو بكر في الصدور، زمن عثمان في الصدور، زمن عثمان مالك ولا خلاف قراءات التجول أبو مسيسوف. زمن أبو بكر مالك ختم مين خوفا من الضياع. خلود الولود فريقا تنافو الكتابة والجمع مرحلة سديها عيسى فريق بزي سوست نقولش يعني لهم عندنا يوم النبي صلى الله عليه وسلم زمن ولتن يوم بأبو بكر الزمن سوست يوم يقول بعثمان الزمن بعثمان زمن وعند راس وعندي كتاب جمع تدبر تتصاف بأبو بكر زمن وعند راس ونو تتصاف والنبي صلى الله عليه وسلم زمن جمع تدبر بنا تتصاف لمن يا رسول الله أبزاني أصوات كتاب جمع تدبر ومن النور بقلباتهم في الصدور جمعوه في الصدور لا في السطور بالنزيل ولد زمان شنو من النور تتصاف مالك. سلازي مبادئ بس انت كفلان بس انت افريمي خضراء مال فضائل كما قال تبع مالي بما عامل في خاص خلل مفا نزول كما قال تبع سديد مالي بما مفرد كيفي مدني في ابتدائي هاي اتعاني وترتيبنا وما يجلس سديد مالي بما كلمات آيات سور. لم يذكر فاخر القرآن بريس ده شو تنتهي لابد أن يعرف خلي بالك ترتيب الآيات ترتيب الكلمات ترتيب السور. سورة فاتحة لم يجري سديت جم جرينا موتور بدر أكسيني عين كسيني تنافخ الهند وما ليجو أسكسي جلاد. هاي ترتيب الآيات ترتيب الكلمات ترتيب السور. ونينو الكتابة والجمع ميك وكميك سديد ما في ماذا؟ عهد النبي صلى الله عليه وسلم عهد أبي بكر رضي الله عنه وعهد عثمان. أي قرآني ولك ما ميك زين مالي ولك وما في ختم بلانتي زمان الرسول ما كان يسوي ولك سطور لكن أمو ختم بيجر معلنت خلوا الرد لا في رد خنا خيستي خطر بيته لكن أمو جمعي ولا بكتكتي جمعي خبرنا بما خيستي في الصدور ختم بيجر إيه ختم بيجر معلنت لا في رد خلوا رد معلنت حلو مجر. لكن أمو زمان عثمان رضي الله عنه جمعي ولا مي إيه ولا مي ختم مي إيه ختم مي معلنت وسام الولد لكن ما ختم إزالة الخلاف. زمن أبو بكر خوفا من الضياع لولا يمامات صحابات وباتمي تبي
سمودا ما نجي وياسا نملك يهدون نساء قراء تنافو قرآن لهم أبوهم ملديه ما نقوليتو ولد يمسك ما نقولتي في السكور إن شاء الله أسبب كامني ورغنما أحكام التلاوة تفسيرها أسلوب التفسير تفسيرها القرآن بالقرآن القرآن بالسنة بكذا كذا إني ستيجي سكر القرآن بالقرآن القرآن بالسنة واسد في سكر ولتدي بسنة سنة قول الصحابة فيه قول التابعين ولتدي بسنة واسد في سكر سموه الدلالات اللغوية لس ولا ما في سكر سموه أصلي مني يكسرنا مقاصد الدنيا مقاصدني سكسوت توحيد الدين وأنا سجلسي قصص كذا استدي الدواء أحكام كذا النص حلو مجرد كان في إن شاء الله تفسير سا ورغنا درس الدراسة تشجير على فيلمين يمنهم دي حفظي أكيد كتابة سنة إن شاء الله كتابة نجرى مكتبات الكتاب تنبيه ظروف لكن أمو تلخيص خبر مجرى خوفا من الوقت تلخيص خبر مثل سعيد وخليدي بريد ولا بواقع إن شاء الله تمام كتابين سنجرى مكتبة على تشوف الهندسة سيأتي التفسير أما تسجيل مجرى إن شاء الله سيأتي التفسير أيه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب عقيدة كرنا يا سائل المذهب وعقيدتي